الاستثمار هو الحل لأي حد عايز يكبر راس ماله على المدى البعيد. في الحلقة دي وفي الحلقات اللي هتيجي بعد كده هفهمك يعني ايه استثمار، وازاي ممكن اي شخص يبدأ فعلا انه يستثمر، وايه الادوات المختلفة المتاحة لينا اللي ممكن نستثمر فيها، وازاي ده هيختلف على حسب راس مالك وعلى حسب وقتك. يعني انت لو معاك راس مال صغير مش هتقدر انك تستثمر في العقارات مثلا، انك تشتري عقار او شقة. وهقول لك بشكل بسيط وسريع ازاي تعرف ان الحاجة اللي انت هتشتريها دي هي ممكن تكون فرصة استثمارية كويسة وممكن تكبر فعلا، وبين الادوات الاستثمارية الكبيرة ايه انسب حاجة ممكن تكون مناسبة ليا. خليك معايا وهتفهم كل ده. الاستثمار بشكل عام ان انا معايا شوية فلوس عايز اكبرها، او معايا برضو شوية فلوس وعايز الفلوس دي تعمل لي فلوس تانية. فالفلوس التانية اللي بتيجي دي بيكون اسمها الريتيرن او العائد، والعائد على الاستثمار او ROI ده بيتحسب في العادة على مدار مثلا سنة، وممكن تحسبه بشكل نص سنوي او ربع سنوي. العائد ده غالبا بيكون بطريقتين. اول حاجة هو زيادة على راس المال نفسه اللي بنسميه زيادة راس المال او الكابيتال جين. يعني لو اشتريت اصل معين سواء كان اسهم او سندات او عقار، قيمة العقار ده بعد نهاية المدة او بعد نهاية السنة قيمته بتكبر، فده بيكون بمثابة كابيتال جين او عائد على الاستثمار. اما تاني طريقه فهي اسمها الديفيدند، وهي الارباح اللي بتطلعها الحاجه دي طول ما انت ماسك الاستثمار ده. ممكن تكون كلمه ديفيدندز مختصه اكتر بسوق الاسهم، لكن حتى لو جينا نطبقها على حاجه زي العقار، فانت لو معاك عقار ممكن تكون بتاجره، الايجار ده بيكون بمثابه دخل مختلف عن دخل راس المال. اما لو جينا لسوق الاسهم او انت معاك السهم، الشركه بتوزع ارباح على كل الملاك، فده برضو بيكون من الديفيدنس او العوائد التانية مش عوائد راس المال. كده دي العوائد بتاعه الاستثمار، اول حاجه الكابيتال جين، تاني حاجه الديفيدند. بس لازم تكون فاهم حاجه كويسه جدا، ان الاستثمار في اي حاجه لازم يكون فيه نسبه مخاطره اللي هو الريسك. في قاعده عامه كده في المخاطره، ان انت لو خاطرت اكتر ممكن تتوقع عائد اكتر، لكن بمخاطره طبعا اكبر ممكن تخسر خساره اكبر. خلينا ناخد مثال، انت لو استثمرت فلوسك في شهاده بنكيه العائد بتاعها السنوي في مصر حاليا ممكن يكون قريب من 20%، فانت بمخاطره قليله جدا 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 هتبقى ضامن ان فلوسك هتكسب 20% بعد انتهاء السنه ومش هتخسر اي حاجه، مفيش اي مخاطره لو الشهاده في البنك. لكن لو انت بتطمح ان نسبه المكسب بتاعتك على راس المال تكون اكبر من 20%، ممكن تحط فلوسك في سوق تاني زي سوق الاسهم او في السوق العقاري، وساعتها ممكن تتوقع زياده ممكن توصل 50% او 100%، لكن في الناحيه الثانيه هتكون برضو المخاطره انك تخسر من راس المال الاساسي موجوده. طب انت تعمل ايه عشان تقلل من المخاطره بتاعتك وفي نفس الوقت ما تضيعش على نفسك فرص استثماريه؟ الحل في كلمه واحده، التنويع او الدايفرسيفيكيشن. التنويع انك توزع راس المال بتاعك على استثمارات مختلفه في اماكن مختلفه، اللي هي جايه من المثل الانجليزي المشهور انك ما تحطش البيض كله في سله واحده. زي انك ممكن تشتري شويه في الاسهم، وممكن تحط جزء من فلوسك في البنك، وممكن تحط جزء من فلوسك في الذهب. النسب بالظبط اللي على اساسها هتحط في كل واحده من دول بتعتمد عليك انت، على مقدار استعدادك للمخاطره وعلى هدفك اللي انت عاوزه من الاستثمار ده. بعد المفاهيم اللي اتعلمناها دي احنا ممكن نكون خدنا نظره عامه عن الاستثمار. دلوقتي هقول لك ايه اهميه الاستثمار، وفعلا هل هو يستحق عنائك انك تتعلم عنه، ولا هو كفايه انك تدخر فلوسك وخلاص؟ اول حاجه الاستثمار هو احسن حاجه تحقق لك اهدافك الماليه، زي مثلا لو عايز تشتري بيت او عربيه او حتى تتقاعد. بس خلي بالك الاستثمار مش طريقه للي عاوز يبقى غني بسرعه، لان اجمل مستثمرين العالم ممكن يكونوا بيحققوا ارباح بنسبه لا تتجاوز 30% 40%، فدي طبعا لو راس مالك صغير مش هتخليك غني بسرعه، لكن على المدى الطويل ممكن تحقق لك اهدافك الاستثماريه لو عرفت يعني ايه الكومباوند انترست او الفايده المركبه. هقول لك يعني ايه الفايده المركبه. انت دلوقتي لو معاك 1000 جنيه وحاططهم في شهاده بنكيه نسبه العائد بتاعها 10%، بعد سنه ال1000 جنيه دول هيبقوا 1100 بعد اضافه ال10% العائد. الفايده المركبه بقى هي انك ساعتها ما تسحبش ارباحك، انك تستثمر راس المال بتاعك ومع الفايده اللي انت اخدتها، فكده ال10% مش هيحققوا لك عائد 100 جنيه زي السنه اللي قبلها، هيحققوا لك 110. وبالتالي كل سنه في حال ثبات نسبه الفايده او نسبه المكسب اللي انت بتعملها على الاستثمار بتاعك هتكون بتحقق مبلغ اكبر وراس مالك هيكون اكبر. عارفين اينشتاين كان بيقول على الكومباوند انترست او الفايده المركبه انها عجيبه الدنيا الثامنه من شده ملاحظته لاهميتها. الفيديو الجاي هقول لك ايه الطرق السهله والبسيطه اللي انت ممكن تبدا فيها براس مال صغير تستثمر في ادوات ماليه مختلفه زي البورصه والذهب، او حتى تشتري حصه في عقار. لو عندك سؤال عن اي حاجه سيب لي في التعليقات وهرد عليك.